قتلوه في الثلاجة يا كلاب. اهدي يا نشوى. يا كلاب. وعلشان نشوى هي الشاهد الوحيد على الجريمة ما تعرفش ان هو ده بداية الكابوس، اخوها وصاحبه كمال الشناوي مدير المصحة النفسية هيقرروا يدخلوها المصحة علشان يلفقوا لها تهمة الجنون وتسقط شهادتها. ولما تدخل ماجدة المصحة هتكتشف انها مش لوحدها، وفي ناس تانية زيها مفكرين ومعارضين، ومنهم فريد شوقي اللي بقاله 29 سنة في المصحة بيحاول يبعت رسائل استغاثة علشان حد ينجدهم من التعذيب اللي بيحصل له. وهتعرف كمان ان في جوه مكان اسمه العزل وبيعذبوا فيه سياسيين او اي حد ضد الدولة. دي عقول مدمرة، لو كنا سيبناها كانت دمرت المجتمع كله بأفكارها. وهتحاول تكتب مقال وهتقول فيه كل اللي شافته، بس هيقع في ايد صاحب المصحة، ولما يعرف هيزود الكهرباء والعلاج علشان تنسى كل حاجة. هتطلب المساعدة من فريد شوقي علشان يهربها، وقبل ما تهرب هيديلها كشف بأسامي الناس اللي دخلت المصحة وبتتعذب. فعلا هتنجح وهتهرب على اسكندرية وتوصل لأخو صاحبتها عزت العلايلي وتستنجد بيه وتحكي له كل اللي حصل لها. عذبوني بالكهرباء، قالوا لي غسلوا مخه، كانوا من الدنيا ادويه كتيره. وهتديله الكشف اللي خدته من فريد شوقي علشان يوصله للمحامي العام اللي فعلا هيبعت لجنة علشان يشوفوا صحة الكلام اللي اتقال عن المصحة. وطبعا مش هيلاقوا اي حاجة تثبت كلامها، ده غير انهم هيعرفوا ان الاسامي اللي في الكشف ماتت من 10 او 20 على سنة. ناس ميتين يا أستاذ شريف. وقتها عزت العلايلي هيفتكرها ان هي عندها مشكله نفسيه فعلا، وهي لما تعرف منه ان هو مش مصدقها هترجع تاني المصحه علشان تجيب الدليل، وهتحاول ان هي تدخل العزل علشان تصور اللي بيحصل جوه. وقتها صاحب المصحه هيحس بالقلق فعلا من وجودها، وهيعرف ان هي كده ممكن تكشف مصايبه، فيقنع اخوها ان هو لازم يخلصوا منها. أنت عايز تقتل نشوى أختي؟ إما حياتنا يا إما نشوى. هيطلع لها شهادة وفاة الأول، وبعدها هيبتدي يعذبها بجرعات كهرباء أكبر ويحلق شعرها. وفريد شوقي لما يشوفها هيحاول ياخد منها الفيلم اللي صورته ويهرب ويوصله لعزت العلايلي عشان يلحقها. وهنشوف آخر مشهد في الفيلم إنهم علشان يخلصوا منها هيفتحوا باب العزل علشان يطلع عليها الحالات الخطرة ويموتوه، ويجي دور السيد راضي أخطر مريض في العزل. لما يجي يقتلها هتصعب عليه ويسيبها. فيلم الهروب من الخنكة أنتجته ماجدة الخطيب وخسرت فلوسها لأنه اتمنع من العرض بسبب إنه قال الحقيقة واللي كان بيحصل فعلا وقتها.